تخيل معايا كده انك ماشي وسط صحراء واسعة والنسمة رايقة والرملة بتتحرك تحت رجليك، وفجأة بيطلع قدامك مبنى ضخم جدا من قلب الأرض. مش أي مبنى، ده معبد، بس مش مجرد معبد، دي حكاية، قصة. معبد دندرة حكاية عمرها أكتر من 2000 سنة، حكاية فيها ملوك وكهنة ونجوم، وفيها كمان خيانة وسرقة وأسرار لسه ما اكتملتش. نرجع بالزمن لحوالي سنة 54 قبل الميلاد. كان في ملك اسمه بطليموس ال12 أبو كليوباترا. الملك ده قرر يسيب بصمته، مش بالحرب ولا بالفلوس أبدا، بالحجارة. قالك هعمل معبد جديد للإله حتحور. حتحور كانت عند المصريين زمان رمز الجمال والحب والمزيكا، وساعات بيشبهوها بكوكب فينوس. قال بالمناسبة، هم عرفوا ازاي ان في كوكب اسمه فينوس؟ وصلوا للمجموعة الشمسية ازاي اصلا؟ ولكن اختار المكان ده دندرة، وقال هنا هنبني المعبد. معبد دندرة ما اتبناش في سنة ولا 2، ده خد اكتر من قرن. ملوك جم بعد بطليموس وكملوا، حتى الامبراطور الروماني نقش اسمه جوه المعبد. بس بالرغم من الحكم اليوناني والروماني اللي صمموا وبنوا ونقشوا، كان مصري ابن نيل. لما تدخل معبد دندرة تحس انك دخلت عالم تاني. المكان كله معمول بحرفنة مش طبيعية، النجف، الاعمدة، السقف، كله بيحكي قصص. في النص القاعة الكبرى، المكان اللي كان الكهنة بيعملوا فيه الطقوس كل يوم. الطقوس كانت بتبدأ من قبل شروق الشمس. الكاهن كان يدخل جوه يغسل التمثال وينضفه ويلبسه احسن لبس، وكمان يقدم له اكل وعطور، ويقعد جنبه ويرنم تراتيل للاله حتحور. كانوا بيقولوا زمان عليها انها سيدة السعادة، واللي بتنشر النور، واللي ضحكتها بتحيي القلوب. حتحور كانت مش بس اله، دي كانت احساس، طاقة حلوة ماشية في كل ركن من المعبد. ولكن كل حكاية حلوة بيجي لها لحظة سكوت، والمعبد اللي كان مليان حياة فجأة بقى صامت. في وقت من الأوقات مصر بدأت تتغير، الديانة المسيحية انتشرت، والمعابد القديمة بقت مهجورة. ومعبد دندرة اللي كان يوم من الأيام منور ومليان ناس اتقفل وبقى مهجور، اتحول لمكان منسي. جدرانه اتكسرت وسقفه اتغطى بالتراب، والدنيا حواليه بقت ساكتة. ولكن المدهش إن حتى في سكوت المعبد كان لسه في ناس بتحاول تلاقي معنى. اللي دخل يستخبى فيه، واللي استخدمه كعنبر للحصنة، واللي أخد منه حتت حجر علشان يبيعها، بس الحجارة نفسها كانت لسه محتفظة بالسر. المعبد فضل كده ساكت، سايب نفسه للتراب، لحد ما في يوم من الأيام جه راجل فرنساوي سنة 1821. الراجل ده شاف حاجة محدش شافها وقتها. شاف السقف، سقف القاعة الصغيرة، وشاف رسم دائري كبير جدا، رسم الزودياك. قالك ايه ده كنز، ده مش مجرد سقف، دي خريطة سماء، فلك، أبراج، كواكب، نجوم. بس بدل ما ينبهر ويسيب الحاجة في مكانها، قرر يسرقها. أيوة، سرقها حرفيا، سرق سقف المعبد. جاب ناس ومهندسين وعمل ليلة كبيرة قوي، وقصوا السقف حجر حجر، وبعدين ربطوه بحبال ورفعوه على عربيات خشب، وبعدين طلعوا بيه على النيل، ومنه على مركب ماشية لفرنسا. وفي الآخر الزودياك بتاع دندرة بقى في متحف اللوفر في باريس، ولحد النهاردة لسه هناك. واحنا عندنا مكان فاضي في سقف المعبد، فاضي من الحجر، ولكن مش فاضي من الوجع. سنين عدت وناس كتير نسيوا معبد دندرة، بس الحجر عمره ما ينسى نفسه. في القرن العشرين بدأنا نبص حوالينا ونقول يا ترى احنا سايبين ايه ورا ظهرنا؟ علماء الآثار المصريين، شباب مصريين جدعان، بدأوا ينزلوا دندرة، ينظفوا المعبد ويقرأوا المكتوب على الجدران، ويفكوا الرموز اللي الناس كانت مفكراها مجرد زخارف. وفجأة لقينا نفسنا قدام كنز، مش بس أثري، كنز علمي، فلكي، طبي وفني. لقينا على الجدران وصفات لعلاج الأمراض، لقينا رموز فلكية بتشرح حركة الكواكب بدقة رهيبة، لقينا رسومات لآلات موسيقية وأدوات جراحية وأشكال هندسية. يعني معبد دندرة ما كانش بس معبد للصلاة، ده كان جامعة، مدرسة، مركز أبحاث من آلاف السنين. في السنين اللي فاتت بدأ المصريين يرفعوا صوتهم، رجعوا الزودياك بتاعنا، رجعوا السماء لأرضها. حملات اتعملت، ناس كتبت، إعلاميين اتكلموا، ومسؤولين اتحركوا، والمطلب بقى واضح جدا. الزودياك بتاع دندرة لازم يرجع، مش علشان نحطه في متحف ونقول احنا خدناه، أبدا، علشان يرجع في مكانه الطبيعي، يرجع فوق
سقف المعبد اللي اتبنى علشانه. لما زودياك يرجع مش بس حجر هيرجع، ده هيبقى روح بترجع لجسمها، حكاية بترجع تكمل جملتها اللي اتقطعت من 200 سنة ويمكن اكتر من 200 سنة بكتير. عارف في اماكن في العالم لما تدخلها تحس انك ضيف، بس لما تدخل معبد دندرة تحس انك راجع بيتك. المعبد هناك مش بس اطلال، ده جدران فيها نبض، سقف لسه شايل صدى الترانيم، وحجارة بتنطق للي يسمع. دندرة مش من الماضي، دندرة فينا، دندرة جوانا، ومهما الزمن يبعد المعبد لسه مستنينا نرجع له نسمعه وهو بيحكي.